هاد الولد اللي في الصورة هو في الأصل بنت سميتها تينا، عاشت حياتها كاملة كتمثل على الناس وكتحاول تقنعهم بلي هي راجل، وعلى يد هاد الجوج كانت النهاية ديالها مأساوية وخايبة بزاف بحال شي فيلم ديال الرعب. قبل ما نبداو أنا هناء كنعاود على أغرب القصص الحقيقية بحال شفتيهم بعينيك. ما تنساش تابونا في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلوك الفيديوهات جداد، وما تنساش تبارطاجي الفيديو ودير ليه لايك ما تخسر عليه والو. تزادت تينا في 12 ديسمبر 1972 في لينكولن في الولايات المتحدة الأمريكية. عمرها عرفت باها حيت مات 8 شهور قبل ما تزاد في كسيدة ديال الطوموبيل. عاشت هي وختها تامي عند جدها، وهذيك المدة كاملة كانت كتعرض للاعتداء الجنسي ديال خالها هي وختها. فاش دارت تينا 3 سنين مشات عاشت مع ماماها، وماماها كان عندها بزاف ديال الصعوبات المادية وما كانتش عندها باش تصرف عليهم، وكانت عايشة غير على المساعدات ديال الدولة، ومره كتبريكولي في خدامي صغار بحال ريستورون ولا بوتيك. كان عزيز عليها اللعب والغناء وكانت ضحوكيه وكتبغي تضحك كاع الناس اللي دايرين بها. في المراهقه ديالها تبدلات بزاف وبدات كتهتم بالمواضيع وبالانشطه ديال الدراري، والشكل ديالها بدا كيتبدل شويه بشويه. حسنات شعرها وبدات كتلبس غير اللباس ديال الاولاد، وكانت كدير واحد الباندات كتزير بهم صدرها باش ما يبانش من تحت الحوايج. بدلت سميتها من تينا لبراندون. براندون هي في الاساس كنيتها، وبدات كتقول انا راجل ولكن تحكم عليا نعيش محبوسه في قلب الجسد ديال المراه. بسبب هذا الشيء تينا وقعوا ليها بزاف ديال المشاكل في القرايه ديالها، حيت ولات كتغيب بزاف، ما بقاتش مستقره، ولات كدير مشاكل مع الاساتذه ديالها ومع صحابها اللي ولاو كيتنمروا عليها في المدرسه، والاساتذه ديالها اللي ما تقبلوش الشكل الجديد ديالها. والنتيجه ديال هذا الشيء انها تطردات 3 ايام قبل الامتحانات ديال البكالوريا. حاولت تينا تقنع كاع الناس بلا راها راجل، وحاولت تعيش حياتها بحال شي راجل طبيعي، ودارت علاقات عاطفيه مع بزاف ديال البنات على اساس انها ولد. في البدايه ديال العلاقه هاد البنات كانوا متيقين بلا راها راجل، لكن فاش كتطور العلاقه اكثر وكيكتشفوا انها بنت كيقطعوا العلاقه ديالهم مباشره بها. تينا كانت كتخلي البنات دغيا يبغيوها حيت كانت كتعاملهم بالطريقه اللي كتعجبهم وكتعطيهم كاع داكشي اللي ناقصهم، وكانت فاهمه الاحتياجات ديالهم مزيان حيت في الاساس هي مرأة. وباش تشدهم معها اطول مده ممكنه كانت كتغرقهم بالكادوات، وهاد الكادوات كلهم كانوا مسروقين حيت هي ما كانتش خدامه ولا كانت كتشريهم بالشيكات مزورين. وبسبب هاد الشيكات المزورين دخلت للحبس، وخرجت القصه ديالها في الجورنال وتفضحت في المدينه ديالها كامله. وفاش كلشي ولا عارف بالقصه ديالها وتفضحات دخلت في ازمه نفسيه وحاولت تنهي الحياه ديالها. في عام 1993 مشات تينا لفول سيتي، مدينه جديده فين ما كيعرفها حتى شي واحد وفين غادي تعاود حياتها من الاول. فول سيتي كانت واحد المدينه صغيره، السكان ديالها ما كبيرش بزاف، والاغلبيه ديالهم عايشين غير على الاعانات ديال الدوله. الناس ديال هذه المدينه كانوا محافظين بزاف، يعني وحده بحال تينا صعيب عليهم انهم يتقبلوها بيناتهم. تما تعرفت تينا على لانا وتعجبوا بعضياتهم ودخلوا في علاقه عاطفيه، ولكن لانا ما كانتش عارفه بلا تينا هي في الاصل مراه، وكانت متيقه بلا راها راجل. وبحال عادتها تينا كانت دايره جهدها باش لانا تبقى معاها، وكانت مغرقاها بالكادوات وبالعراضات. لانا عرفت تينا على جون اللي كان خطيبها القديم واللي سمحات فيه حيتاش كان عنيف كيضربها، لكن واخا تفارقوا بقاو قراب بزاف من بعضياتهم وبقاو كيتلاقاو دائما. جون ولا قريب بزاف من تينا على اساس انها راجل سميتو براندون، وعرفوا على صاحبه واحد اخر سميتو توم. دابا جون وتوم وتينا ولاو صحاب عزاز بزاف وديما مع بعضياتهم. جون وتوم تاقوا في تينا بزاف لدرجه انهم عاودوا لها على اسرار الشخصيه ديالهم وعلى كاع المغامرات ديالهم مع البنات. تينا حست اخيرا بشويه ديال الاستقرار حيت ولا عندها صحاب، ولات عندها خطيبه، ولا عندها كاع داكشي اللي كتمنى، وبقات ناقصها حاجه وحده هي الفلوس. داكشي علاش رجعت لعادتها القديمه اللي هي السرقه والتزوير ديال الشيكات، وبسبب هذا الشيء تشدات مره اخرى ونزل الخبر ديالها في الصحف ديال المدينه. المشكل ان الخبر نزل بالسميه الحقيقيه ديالها تينا براندون، على اساس انها بنت وماشي براندون كما كانت كتوهم الناس الاخرين. توم وجون قراو هذا الخبر وعرفوا الحقيقه ديالها، لكن لانا ما تيقات هذا الشيء وبقات معتقده بان تينا راجل. مشات لانا عند باها وخدت من عنده 250 دولار باش ندفع الكفاله لتينا وتخرجها من الحبس. وفاش مشات باش تخرجها لقاتها مشدوده في الجهه ديال العيالات، وتما لانا غادي تاكد بان كاع داكشي اللي كيعاودوا على تينا صحيح وبلا راها في الاصل مراه. وفاش خرجت تينا من الحبس ما قدراتش تجبد الموضوع مع لانا، ولانا حتى هي ما قالت لها والو، ومشاو بجوج بهم للدار ديال توم. كيما دخلوا للدار ديال توم لقاو ماما لانا كتسناهم تما. ماما لانا كانت ديجا عارفه بالعلاقه ديال بنتها مع تينا. ماما لانا شدت تينا وجراتها للكوزينه وسدات الباب،
وقالت لها دابا حيدي حوايجك باش نتاكد بلا راك راجل، حيت ما غاديش نخلي بنتي الوحيده تكمل في علاقه ما عندها لا راس ولا رجلين. تينا وقفت حدا الحيط وبقات مخلوعه وكتشوف فيها وما قدراتش تحيد حوايجها. ماما لانا تعصبات ودفعت تينا على الحيط وخرجت من الكوزينه وقالت لبنتها دابا دخلي معاها لا شومبر وقلبيها وتاكدي بلا راه راجل. فاش تينا ولانا دخلوا للبيت وسدوا عليهم الباب بقات وحده كتشوف في الاخرى وحتى شي وحده ما قدرت تجبد الموضوع. تما لانا قالت لتينا انت ماشي مجبره باش تحيدي حوايجك وانا ما غاديش نقلبك وداكشي اللي بغيتيه غادي نخرج نقولوا لهم. لانا خرجت للصالون فين كانت جالسه ماماها وطوم وجون وقالت لهم براندون اللي هو تينا راجل. لكن من بعد هادشي قطعت العلاقه ديالها بها وبقاو صحاب عاديين وصافي. وهنا تينا ارتاحت وسحاب لها بلا الاخرين تيقوا بلا راه راجل. توم وجون ما تيقوا حتى شي حاجه من داكشي اللي قالت لانا، وما نساوش ان تينا ضحكت عليهم وتفلت عليهم وخلاتهم يثيقوا فيها ويعاودوا لها كاع الاسرار ديالهم. لكن بقات الامور غاديه عاديه حتى النهار ديال الحفله ديال راس العام فين كان كلشي مجموع في الدار ديال توم شد تينا على غفله وسقها مع الحيط، وجون حيد لها حوايجها قدام الناس كاملين وتما كلشي تاكد بلا راها بنت. من بعد جرجروها بالقوه حتى للطوموبيل وداوها لواحد الخلا في داك الليل وحيدوا لها حوايجها. ضربوها وتعداو عليها بجوج بيهم وعاودوا ضربوها مره اخرى وداروها في الطوموبيل وردوها معاهم للدار وسدوا عليها في الحمام. بعد ما هددوها الا عاودت داكشي اللي طرا لشي واحد غادي يصفيو عليها. المهم تينا هرست الشرجم ديال الحمام ونقزات منه وهربات وكانت كلها مضروبه ولحمها كله كيشرشر دمايات. مشات عند البوليس باش ديكلاري بيهم واللي خدا الاقوال ديالها هو الشريف لو. عاودت له القصه كامله وكيفاش توم وجون خطفوها وتعداو عليها في الخلا. لو ما عطاش اهتمام كبير للاعتداء اللي وقع ليها، ولكن اللي كان همه اكثر هو الشكل ديالها وكيفاش هي مرا ودايره راسها راجل. الاسئله اللي كان كيسولها ماشي باش يعرف شكون وعلاش تعداو عليها، ولكن كان كيسولها على شي تفاصيل خايبين بزاف باش زعما يدلها. والصراحه ما قدرتش نحط لكم الحوار واخا كاين كامل مسجل حيت هذوك الاسئله اللي كان كيسولها خايبين بزاف. لو ما دار حتى شي اجراء باش يحمي تينا من توم وجون اللي كانوا كيهددوها، وحتى داز 3 ايام على الاعتداء عاد عيط ليهم بجوج، جاو سولهم شي اسئله وطلقهم حيت ما لقى عليهم حتى شي دليل. السكان ديال فول سيتي ساقوا الخبار ديال هادشي اللي وقع كامل وداروا مظاهره كيطالبوا فيها تينا باش تمشي بحالها وتخلي توم وجون ولاد وليدتهم ترونكيل. توم وجون ما تسرطات لهمش هاد القضيه ديال ديكلاراسيون وبقاو كيقلبوا على تينا باش ينتقموا منها ويقتلوها. مشاو حدا الدار ديال امها وبقاو مخبيين كيراقبوا الدار على الله تبان تينا ويشدوها. بقاو مراقبين الدار واحد المده لكن ما بانش تينا، تما عرفوا راه ما كايناش عند امها ورجعوا بحالهم. لكن تينا ما مشاتش عند امها، مشات عند واحد صاحبتها سميتها ليزا. هاد ليزا ساكنه في الدار مع واحد الصديق ديالها سميتو فيليب وعنده وليد صغيور. المهم توم وجون بقاو كيقلبوا عليها حتى عرفوها راها ساكنه عند ليزا. مشاو للدار ديال ليزا، فرعوا الباب ودخلوا على ليزا لبيت النعاس. لقاوها جالسه هي وليدها فوق الناموسيه وسولوها فين هي تينا. قالت لهم ما شفتهاش وهذه مده طويله ما جات عندي. تما توم وجون قلبوا تحت الناموسيه وهما كيلقاو تينا مخبيه. جبدوها من تحت الناموسيه وقفوها وتيراو فيها. تينا طاحت في الارض وبقات كترعد وفاش شافوها باقا ما ماتت كملوا عليها بالموس. ليزا بدات كتغوت، دارو تيراو فيها حتى هي حيت خافوا لا تشهد عليهم. مشاو للصالون لقاو فيليب جالس تما وتيراو فيه حتى هو. من بعد هربوا وخلاو غير البيبي عايش حيت ما غاديش يقدر يشهد عليهم. ماما ليزا جات عندها للدار، كيف ما وصلت لقات الباب محلول وسمعت الصوت ديال البيبي كيبكي. فاش دخلات لقات بنتها وتينا مجبدين فوق الناموسيه وميتين وحداهم الوليد الصغير كيبكي. عيطت على البوليس، فاش جاو ودخلوا شافوا هذاك المنظر وعرفوا بلا المتهمين هما توم وجون حيت هما الوحيدين اللي كانوا كيهددوا تينا. شدوهم وحققوا معاهم واعترفوا بالجريمه ديالهم وقالوا بلا راهم كاع ما ندموا على داكشي اللي داروا وكانوا مخططين باش يحيدوا لها الراس واليدين والرجلين باش حتى شي حد ما يتعرف عليها. وهادشي علاش تحكم على توم وجون بالاعدام بالكرسي الكهربائي. هذه هي القصه ديالنا، وانتوما واش كتشوفوا بلا تينا كانت كتستحق داكشي اللي وقع ليها ولا لا؟ تهلاو فراسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي.